الانجلر والرياكت بقوا من اهم الادوات او التولز اللي لا غنى عنهم في مجال الفرونت اند ديفلوبمنت دلوقتي، واللي بقى لازم على كل فرونت اند ديفلوبر ان هو على الاقل يتعلم واحده منهم. ايه اصلا الانجلر والرياكت وايه الفرق ما بينهم واختار ما بين الاثنين على اي اساس؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. الانجلر هي عباره عن فريم ورك كبير جدا شركه جوجل عاملاه، تقدر تقول ان هو جواه مجموعه من اللايبريز بنقول عليها ويل انتجريتد، يعني متكامله مع بعض او متجمعه مع بعض بشكل كويس. اللايبريز ديت كل واحد منهم بيعمل فيتشر معينه او بيساعدك ان انت تعمل مهمه معينه في الفرونت اند، بحيث ان الفريم ورك كله على بعضه يغطي لك اهم الاجزاء او اغلب الاجزاء اللي انت محتاج تعملها في الفرونت اند. يعني بالبلدي خالص كده الانجلر دي فريم ورك كبير قوي في تقريبا اغلب الحاجات اللي انت هتحتاجها في الشغل بتاعك علشان تبني الفرونت اند ديفلوبمنت بتاعك، وبالاخص لو انت بتعمل سنجل بيج ابلكيشن. اما الرياكت على الناحيه الثانيه فهي عباره عن لايبراري صغيره اعتمادها او تركيزها بشكل اساسي ان انت تبني دايناميك يو اي او ان انت تبني يوزر انترفيس بشكل عام، انما ما فيهاش كل المكتبات او كل الفيتشرز الثانيه اللي الانجلر بتعملها. طب افرض انا عايز اعمل اي حاجه في الرياكت غير اليو اي، هنا الكوميونتي بتاع الرياكت بتعمل ميزه حلوه، انها بتقدم لك مكتبات كتير جدا منفصله عن الرياكت، تقدر تقريبا كل تاسك محتاجها او محتاج تعملها تلاقي لها 3-4 مكتبات مختلفه تقدر تستخدم اللي انت نفسك فيه. يعني مثلا عايز تعمل راوتنج ممكن تستخدم مكتبه اسمها رياكت راوتر، عايز تعمل مثلا كلاينت سيرفر كوميونيكيشن ممكن تستخدم اكسيوس، عايز تعمل فاليديشن ممكن تستخدم جوي او فاليديتور او مكتبات كتير جدا جدا جدا. ودي خلي بالك ناس بتعتبرها ميزه، ايه هي؟ ان انت بيبقى عندك مرونه اكتر في ان انت تختار التول اللي انت هتستخدم بيها، على عكس الانجلر اللي هو مين اللي بيبقى عامل لك شويه لايبريز او شويه موديولز كل واحد منهم بيعمل حاجه معينه، وانت في الاغلب هتستخدم الموديولز اللي هو بيقدمها لك، ومش هيبقى عندك المرونه الاكبر زي الرياكت ان انت تستخدم اللي انت عايزه. وخد بالك سواء الانجلر او الرياكت فهم الاثنين كومبوننت بيزد اركتكتشر. كومبوننت بيزد دي معناها ان هم بيعتبروا ان الابلكيشن بتاعك مجموعه كومبوننتس، وكل الفكره بقى ازاي الكومبوننتس دي هتكلم بعض، ازاي الكومبوننتس دي هتنقل الداتا ما بينهم وهكذا. طيب اختار بقى انجلر ولا رياكت او اختار ما بينهم على اي اساس؟ الاول خلينا نتفق على حاجه، ان سواء الانجلر او الرياكت ما هم الا تولز احنا بنستخدمهم عشان يسهلوا علينا الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها في الفرونت اند. والاهم من ان انت تختار انجلر او رياكت ان انت اصلا تكون شاطر جدا في الفرونت اند وتفهم كل الكونسبتس وكل التكنولوجيز بتاعته بشكل كويس جدا. وخد بالك في حاجه، مفيش حاجه اسمها انجلر ديفلوبر او رياكت ديفلوبر، في حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر. فانا شايف ان انت توفر المجهود اللي انت بتعمله في ان انت تختار ما بين الاثنين في ان انت تتعلم فرونت اند كويس جدا، او ان انت بعد ما تختار واحده منهم تتعلمها وتتمكن فيها كويس جدا جدا. وخد بالك وارد جدا في خلال الشغل بتاعك ان انت تشفت ما بين انجلر او رياكت او كمان فيو وهكذا، ومش هتقدر تشفت بين الاثنين كويس الا لو انت فاهم فرونت اند ديفلوبمنت كويس جدا. اوكي طيب اختار برضو بينهم على اي اساس او انهي احسن؟ لو مستني مني ان انا اقول لك انهي احسن فيهم في المطلق فده مش موجود. كل الفكره في المايند سيت او دماغك انت كديفلوبر، تتعلم ايه او هيبقى انهي الانسب بالنسبه لك؟ تتعلم فريم ورك كبير جدا في كل اللايبريز او في كل الفيتشرز اللي انت ممكن تحتاجها، بس ضريبه دوت ان الليرنينج كيرف بتاعه هيبقى ابطا شويه، وهتبقى محتاج ان انت تركز اكتر نسبيا من الرياكت. انا طبعا دلوقتي بتكلم عن الانجلر. ولا تتعلم لايبراري صغيره وتكون مركزه على حاجه واحده بس الضريبه بتاع كده ان انت في اوقات كتير هتحتاج فيتشرز معينه فيها مش هتلاقيها، فهتضطر ان انت تنكلود حاجات من بره. وان انت تنكلود حاجات من بره برضو دي مش حاجه وحشه على حسب برضو المايند سيت بتاعك، يعني ان انت تنكلود حاجات من بره ده هيديك فلكسبيليتي او هيديك مرونه ان انت يبقى عندك اكتر من حاجه تقدر تستخدمها زي ما اتكلمنا في اول الفيديو. هو ده ببساطه شديده الفرق ما بين الانجلر والرياكت. ده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.